أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كرويات كروي. معكم أمجد في قناة كرويات كروي. هنتكلم عن أخبار الأهلي والزمالك، آخر أخبار بعد لقاء الزمالك وأنيمبا ولقاء الأهلي وأورلاندو باتروس، وخطة الزمالك في تدعيمات وخطة الأهلي في تدعيمات وتجديد زيزو. صفقات الأهلي ممكن تكون أكتر في الحلقة بتاعت النهاردة. يا ريت نعمل لايك سبسكرايب للفيديو. ومعكم أمجد قناة كرويات كروي، كل ما هو جديد تحياتي لكم. طبعا الزمالك متصدر، ولكن الزمالك كان متصدر طبعا هو بفرق الأهداف متصدر المجموعة، لكن ضيع فوز بشكل غريب، يعني في رعونة، في تسرع، في عدم تركيز، في مشكلة بيعاني منها الزمالك. ناس كتير قالت الكلام ده ونقاط كتير. منطقة الدفاع وخط الوسط لا زال الزمالك عنده أزمة، بيوصل اللعيبة للمرمى بسهولة. محتاج انت زي ما قلنا، محتاج ديفندر، محتاج حارس مرمى، عشان محمد صبحي مش موجود، دايما غايب مش مركز. الزناري ما ينفعش يلعب في الزمالك، اخذ فرص كتير، هو مش في مستوى الزمالك بصراحة. مصطفى الزناري خط وسط، انت عايز حد يلتحم وياخد الكرة، ما يقعدش يقف من بعيد ويحلق وكده، لا، عايز حد من عين الطارق حامد. الناس اللي بتلتحم بتاخد الكرة، ما عندكش حد زي كده، فدي مشكلة كبيرة في اي حد بيوصل للدفاع بسهولة. والدفاع الونش يعني كتر خيره وكان بيلعب بشكل كويس، بس برضه في قلق من ناحيته والجمهور قلقان عليه. فبرضه انت محتاج لعيبه، يعني خاصة في المركز الديفندر، وعايز حارس مرمى مع عواد، عشان عواد ما يعتقدش ان مفيش غيره ويبتدي يركز اكتر، ان عواد كويس لكن مش هنسبح عواد يعني. طيب بالنسبة للزمالك رفقا بزيزو، انا شايف حملة كبيرة على زيزو في مواقع السوشيال ميديا ومواقع الزملكاوية وكده. طبعا هي الناس من حبها لزيزو في حملة كبيرة تجريح وحملة هجوم على زيزو. نحب نقول حاجة، يعني إذا كان زيزو ليه ماتش ولا 2 ولا 3 مش في حالته، فرفقا بزيزو، زيزو غصبا عنه. زيزو ياما شال الزمالك، زيزو شال الفريق وحده أوقات كتيرة، وزيزو كان بيلعب أحيانا بيكون لسه لم يتماثل الشفاء، وبيلعب بيأدي وبيحب يكمل الماتش كله، عمره ما بيتكاسل، بيلعب بروح قتالية. زيزو متواجد دايما، زيزو بيحمس لعيبته، بيلعب بروح قتالية. زيزو السبب في يعني هبوط مستوى زيزو، بالرغم ان هو عمل كام كورة، لكن زيزو ممكن، على فكرة ممكن زيزو في ماتش واحد يبقى منتج، يعني يشوت اكتر من كرة على المرمى، يعمل 3-4 اسيست، ينطلق، وبرغم من كده ما يبقاش زيزو. زيزو عنده اكتر من كده، انتوا عارفين يعني. فرفقا بزيزو، زيزو قدم كثير وسوف يقدم، فيا ريت الجمهور رفقا بزيزو، ويا ريت المجلس يحسم ويجدد مع زيزو اذا كان في تجديد، لان اللاعب فاقد التركيز. زيزو كنا بنقول زيزو في كامل تركيز، دلوقتي حاليا زيزو ليس في تركيزه، حاليا زيزو ليس في تركيزه لانه هو مشغول. الفترة لما كان عواد مش بيجدد لسه كان مستواه ضايع خالص، لما جدد استقر وتألق. يمكن ماتش يعني بدأ فيه أخطاء وكده، لكن هو بعد التجديد كان بيرجع لمستواه، ده حقيقي يعني. لا تسبحوا عواد. عواد غلط، أي حارس معرض يخطأ، الشناوي بيعمل أخطاء، حارس مرمى الإسماعيلي، حارس مرمى اللي هو المصري، كل الفرق، بيراميدز، أحمد الشناوي، كله بيعمل أخطاء وأخطاء جامدة يعني. فرفقا بمحمد عواد الناس مش هتسبحوا عشان عمل خطأ غير مقصود. دايما الخطأ غير مقصود، وعواد لولا في السوبر وتوفيق ربنا، طبعا توفيق الله، ما كانش الزمالك أخذ السوبر. فرفقا بمحمد عواد. أنيمبا تنصف جوميز وتكشف المستور. ماتش أنيمبا الناس كتيرة كانت متحاملة على جوميز، انا عن نفسي اكتر من فيديو اتحملت على جوميز وقلت ان هو في لعيبه كتير ما بتلعبش، هو ظالمها وازاي، ودي مظلومه اللعيبه دي، ولازم يكون عنده عدل. لما لعبت اللعيبه طلع جوميز يعني محق، طلع جوميز محق، طلع عمر فرج دونه مستوى، جاب هدف وبيتحسن. طب انا لسه هستنى لما يتحسن ولما يبقى معقول؟ طب ما انا عندي في ناشئين افضل منه، في لعيبه في الزمالك في قطاع الناشئين ادائها افضل من عمر فرج. مش هلاك
ما عندوش كورة خالص. صبرنا كتير ودعمناه وقلنا لعيب كويس وقعدنا نقول ندعم ونديله فرصة، لا مش هلاك. ما عندوش يتصرف في الكورة، وبعد كده بياخد الكورة ومعهوش غير يجري بالكورة وبيوقف فجأة ويروح تتقطع منه يشوت في اللعيبة. ما عندوش أي تحركات في العمق ولا 1 2 ولا يعدي من واحد بمهارة. يعني أخذ فرص كتير. فعمر فرج ومش هلاك صفقات ليست للزمالك. واللاعب اللي هو أخذ فرص كتير ولسه يعني مش بيطور من نفسه وكده، مصطفى شلبي لو عنده انهاء هجمه، لو عنده ذكاء كروي هيبقى كويس جدا. هو عنده مهاره، خلي بالكم مصطفى شلبي عنده مهاره وعنده امكانيات عاليه، وعندي مهاره احتفاظ بالكوره ويراوغ ويعدي وكل اللي يخطر على بالك، لكن اللمسه الاخيره والذكاء الكروي انهاء الهجمه ما عندوش خالص. فللاسف هو مش بيدور من نفسه مصطفى شلبي. فالزمالك ومصطفى الزناري، الزمالك لازم اللعيبه اللي هي مش منتجه زي كده يتخلص منها، يبقى فيه غربله. يبقى عندي اللعيبه اللي بتأدي، عندي اللعيبه من عينة بنتايج، من عينة فتوح، من عينة عبد الله السعيد، من عينة زيزو، دي تبقى في الزمالك. من عينة حسام عبد المجيد حاليا، اللعيبه دي كلها مسلوسي، اللعيبه اللي بتأدي بشكل قوي دي تبقى في الزمالك. عندنا شايفين احمد محمود، ممكن نقول مكسب مباراه انيمبا الوحيد احمد محمود حتى قبل ما يجي الزمالك كان معار، كان بياخد احسن لاعب في الفريق اكتر من 3 مرات في الموسم لما كان في الجونة. لعيب على فكرة، لعيب نشيط متألق وعنديه لمسات وجريء وبينطلق في الناحية الهجومية. وعلى فكرة إذا كان في أخطاء بسيطة برضه هو كتر خيره، ماتش صعب وأفريقيا والرطوبة، وأول مرة يلعب ماتش قوي زي كده في أفريقيا، لكن اللعيب أدى وناس كتير أعجبت بيه. يعتبر لو لعب تاني كم ماتش هتلاقيه ممكن تلاقيه في تشكيل أساسي. ما شاء الله هو مكسب لنادي الزمالك. أحمد محمود لعيب عايز ياخد شوية وياخد مباريات هيبقى أفضل. ما قلناش إن هو لعيب السوبر، لا هو لعيب كويس، خامة مبشرة أحمد محمود. طيب ده احنا كده قلنا احمد محمود وانيمبا. افضل لعيب الزمالك الحريف لعيب الكرة الشراب احمد فتوح، الفنان احمد فتوح بيلعب ثرو باس عالمي. الهدف الاول ثرو باس لعبه بالمقاس بشكل يعني الهدف الثاني تقريبا، الهدف الثاني لعب ثرو باس اللي هو ده محمود بن طايق، لا الهدف الاول عفوا، الهدف الاول. طبعا كان متألق ما شاء الله. فتوح مكسب لنادي الزمالك. محمود بن طايق في الهجوم وفي الدفاع واستخلاص الكرة والتحركات الذكية من مكاسب الزمالك. عبد الله السعيد ما شاء الله كل ماتش بيثبت ان هو من افضل اللعيبه. دول كانوا نجوم اللقاء. وحسام عبد المجيد كان كويس مش وحش، وحسام ودونجا كان كويس يعني، لكن هو النجوم بصراحه فتوح ثرو باص وكرات بينيه وتغطيه عكسيه، وبيلعب مركز مزدوج وبيلعب بيصنع العاب، بيلعب في الباك الشمال ما شاء الله. يعني فتوح مكسب للزمالك بدون شك. طيب احلى خبر للزمالك وجمهور الزمالك ان خلاص بعد شهرين قناة الزمالك تطوير شامل، تطوير شكل قناة، تطوير محتوى، تطوير للمعدين، تغيير الناس المعدين قائمين على البرنامج، تطوير للناس اللي من بيعدوا الفقرات، للمذيعين، كل المحتوى، كل شيء هيتم تطويره في قناة الزمالك، وهيتم دعم اعلانات، ويتم نادي الزمالك يتغلغل في القناة، وهيبقى في انشطة كتيرة، وممكن نلاقي كوادر كبيرة زي ما قلنا عليهم قبل كده في نادي الزمالك في قناة الزمالك. ده خبر كويس بالنسبة لقناة الزمالك. النادي الاهلي مش ساكت وبيدعم صفوفه بشكل يعني كويس. في اقتراح ان عبد القادر هو اعارته هتخلص في يناير، فاحتمال عبد القادر يعني الاهلي يحتفظ بيه ويلعب معاه كاس العالم للانديه، ويتم اعاره رضا سليم نظرا اللي هو عايز يمشي وما بيلعبش، وكولر مش مقتنع بيه للدرجه، فاحتمال رضا سليم يمشي واحمد عبد القادر يجي. احتمال رضا سليم يروح مكان احمد عبد القادر في نفس النادي، او يروح رجاء المغربي. اكرم توفيق ومحمد الشناوي بيتم التجديد ليهم، لكن للاسف هم الاثنين طالبين مساواه، مش للاسف يعني ما اعرفش، لا عادي يعني، طالبين مساواه بامام عاشور في اولى. اكرم توفيق ومحمد الشناوي طالبين ياخدوا مرتب زي امام عاشور. امام عاشور بياخد اعلى مرتب في النادي الاهلي حاليا زي ما بيقال. فهل الاهلي تم عرض تحويل العرض على كابتن محمود الخطيب والاداره؟ اعتقد ان هيتم مرادات الاثنين لعيبه، لكن ممكن ما يوصلوش لامام عاشور، لكن ممكن يتم مرادات الاثنين لعيبه.
حمدي فتحي النادي بتاعه صرح انه باقي في نادي الوكرة القطري. حمدي فتحي باقي. الصفقات اللي الاهلي بيتحرك فيها هيجيب منهم 2 أو 3، في هنقول اسمائهم، هيجيب منهم 2 أو 3 الاهلي قبل كاس العالم. الناس كلها عارفه يوسف سليتش كان الاهلي بيفاوض الفتره اللي فاتت. رجع للصوره تاني يوسف سليتش مهاجم فلسطيني، يقال الاهلي تواصل معاه وقال له احنا ممكن نضمك، حاول تعمل جواز سفر وتخلص اوراقك وتخلص نفسك، ممكن نضمك للاهلي لتلعب في كاس العالم للانديه. هو اصله فلسطيني زي ما انتم عارفين. يوسف سليتش لعيب كويس. اللعيب التاني اسمه مصطفى السنجاري، اللعيب ده بيلعب مركز مهاجم. في مفاضلة وبين لاعب تاني اسمه لاعب سنغالي اسمه اليون ندور. بس اليون ندور هيكون ليه افضليه انه بيلعب مركزين، بيلعب مهاجم وجناح، مهاجم وجناح اللي هو اليون ندور. يبقى كده سليتش، اليون ندور، مصطفى السنجاري. طيب لو الاثنين دول فشلت الصفقة، كم كل ده فشل، هيجيب البنوبي الاول، ولو البنوبي ما تمتش هيجيب زيكو. البنوبي الاول وبعد كده ممكن يكون زيكو. الصفقه الاخيره الاهلي بداخل فيها هيجيب واحد من الاثنين دول، يا عمر فايد مصطفى العش. الاهلي تفاوض مع النادي بتاعه، النادي اللي هو يقال فنار بخشة، والنادي ده بيدربه المدرب المشهور طبعا جدا مورينيو. واللاعب يقال ان لاعب مميز، ممكن في سنة ان هو بطيء شوية لكن هو من اللعيبة المميزة، يعني لاعب ممكن ينجح في الاهلي. والبديل بتاعه اذا لم تتم الصفقه هيكون مصطفى العش، لاعب زد اللي بيتنافس عليه الاهلي والزمالك. دي كانت كل اخبارنا. كان معاكم امجد كرويات كروي. كل ما هو جديد لايك سبسكرايب وفولو على الفيسبوك الصفحه بتاعتنا. تحياتي لكم والى اللقاء في كل ما هو جديد. تحياتي لكم الى اللقاء، سعدت بكم.